صوص الكراميل البيتي بخطوات بسيطة، مقادير مظبوطة، والنتيجة زي ما حضرتك شايفة، اللون والقوام. أول حاجة في طاسة أو حلة على النار هضيف كوباية من السكر الحبيبات وهسيبها على نار هادية جدا لحد ما يبدأ يتكرمل من الجوانب. هساعد السكر بعد كده، ويفضل معلقة خشب لحد ما كل الحبيبات تسيح. بعدين هنزل معلقة كبيرة من السمنة أو مكعب زبدة. بعد ما تسيح الزبدة أو السمنة هنزل نص كوباية من المية السخنة، وأهم خطوة إن احنا نسيح السكر مع المية في المرحلة دي على نار هادية جدا. لو في أي تكتلات اتفضلت معاكي ومضايقاكي مش عايزة تسيح، شيليها وارميها مش هتأثر. هجيب بعدين كوباية من الحليب وعليهم معلقة كبيرة ممسوحة من النشا. هدوبهم مع بعض على البارد، وبعدين هنزل بيهم على الخليط وهقلب. وهضيف شوية من الفانيليا علشان كمان بيديني ريحة حلوة وطعم حلو قوي لصوص الكراميل. لحد ما النشا يبدأ يغلي ويتقل القوام زي ما حضراتكم شايفين، القوام مظبوط جدا لأن مقاديرنا مظبوطة. إضافة بقى من عندي ممكن ما تضيفيهاش خالص، بس هي بتعزز الطعم مش أكتر. مكعب شوكولاتة بيضة لو عايزة تضيفيها براحتك. هاخد بقى الخليط وهصبه في طبق وهسيبه لحد ما يبرد تماما ويبقى بدرجة حرارة المطبخ. بصوا اللون والقوام ده، وهو كمان لسه سخن، لسه لما يبرد هيتقل كمان. مهم قوي ان احنا نغطي سطح الكراميل ويلامس السطح بلاستيك. كيس بلاستيك نضيف تغطي بيه لغايه ما يلامس السطح بتاعه عشان ما يعملش قشره، لان احنا حاطين فيه نشا. بعد ما يبقى بدرجه حراره المطبخ مش هتلاقي ليه قشره ولا اي حاجه. بصوا كمان لونه ما شاء الله تحفه وطعمه جميل جدا، هتستخدموه في حلويات كتير. الطريقه دي صحيحه من غير ما يكلكع منكم، ولا تحطوه في خلاط ولا تضربوه بهاند بلندر. احفظيه اسبوع في علبه في التلاجة، ولو مده اطول دخليه الفريزر.